السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا شفنا المباراة بتاعت بيراميدز وصن داون في جنوب أفريقيا. وبأمانة شديدة بيراميدز استحق التعادل ولعب ماتش كويس جدا. وذكريات المباراة الماضي القريب في لقائنا مع صن داونز في قبل النهائي بيفكرنا بس حاجة واحدة، إن احنا بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كولر، وفي اللي تمسك بكولر انه يكمل لتلك المباراة اللي نصحنا. ولو شفت الفيديوهات اللي قبل كده انه قلنا كولر خرف ولازم يمشي، وقالك العظيم والافكار لما لعبنا الماتش هناك شفنا كلنا صن داونز ان هي فرقة محدودة جدا وغير كل النسخ، وان هي ضعيفة جدا وان في المتناول، وان البيراميدز لعب عليها ماتش كويس، وسكواد الاهلي كويس جدا زي بيراميدز واحسن من بيراميدز. انما كان عندنا مدرب عنده زهايمر وفاقد الشغف وفاقد التركيز وفي عالم تاني. على العموم كلمة حق من أهلاوي، بيراميدز كان يستحق، عمل ماتش كبير، عمل ماتش كبير ممكن يكسب بالمعطيات ديت، مع ان انا كنت متوقع ان صن داونز يعمل ماتش كبير على بيراميدز. لا بالشكل دوت وبالمستوى دوت وبالفرق التكتيك واداء اللعيبه كافراد. لا بيراميدز يقدر ياخد بطوله افريقيا وهيكون عن جدارة. الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. يمكن لو كنا كملنا كان ده هتبقى الكارثة الكبيرة ان واحد زي كولر يكمل معانا لغاية كأس العالم للأندية ونتفضح فضيحة كبيرة بنتائج كبيرة آه من خلال هذا الرجل اللي كان فاقد كل شيء. على العموم مبروك لبيراميدز من قلبي، لأن أنا في الأول وفي الآخر بنحب الكورة وبنقول كلمة حق. كان يستحق ولعب ماتش كبير جدا في جنوب افريقيا. الجزئيه التانية والمهمه اللي بنتكلم عليها موضوع بيراميدز، وان هو عايز ياجل الماتش بتاع اخر ماتش في الدوري اللي هو مع سيراميكا كليوباترا اللي هو المفروض يوم 28 عشان ياخد راحه، عشان النهائي هيكون بينه وبين سان داونز يوم 1 فقرة. احب افكركم بس ان نفس المطالب ديت الاهلي طلبها في 23 2023 وكان في نفس الظروف، والاتحاد المصري ورابطة الأندية رفضوا تأجيل المباراة. أحب برضه أفكر السادة المشاهدين اللي بيتابعوا الكورة ويبصوا على التاريخ ويراجعوا الإحداثيات بتاعت الموقف دوت. في 2019 الأهلي أجبر إن هو يلعب يوم 30 مارس 2019 مع الزمالك في برج العرب، وكان الملعب سيء جدا وفي حفر وفي ميه وبتاع وكان في معاناه وفي مشاكل كبيره. يوم اتنين لعب ماتش تاني في الدوري كان تقريبا مع الاتحاد. يوم 6 لعب في جنوب افريقيا الماتش الشهير اللي اتغلبنا فيه 5. دي مساندة اتحاد الكورة للنادي الأهلي، وأصروا إن الجدول ما يحصلش فيه تأجيلات. فبس للتذكرة 2019 رجعوا كده و2023 عشان المظلومية وادعاءات بيراميدز واشمعنى الاهلي وبيعملوا اشمعنى لو الاهلي كنت عملتوا له واجلتوا له ما حصلش. لا ما كانوش هيأجلوا ولا بتاع. وانت اللي ضغطت الدوري وانت اللي ضغطت الكاس وانت اللي طلبت الماتش بتاع الكاس ان هو يتأجل. فكمان مش هينفع الدوري عشان يتأجل فيتأجل، والمفروض ان اللعيبة بتاعت النادي الاهلي تسافر يوم 2 فمش هيستنوا حضرتك او يلعبوا حضرتك اونلاين يعني. النقطة التانية إن بيراميدز والأخ ممدوح عيد بيطالب والإعلام الزملكاوي بيطالبوا إن كل الجماهير تشجع بيراميدز. لا طبعا ما نشجعش بيراميدز ولا عمرنا نتمنى الخير لبيراميدز قولا واحدا. شوف أنا بقول لكم إيه، بقول لكم الفرقة لعبت حلو ومن راجل بيحب الكورة. بيراميدز فرقة كويسة وبتؤدي بشكل كويس، إنما كم الضغائن والمؤامرات والاتحاد المشترك بينها وبين الزمالك، احنا لا نحب ان هي بيراميدز تكسب ولا نحب الزمالك طبعا تكسب. يكسبوا بأمارة ايه يعني؟ نحب لهم ازاي يعني؟ ناس بتتآمر وناس بتطلع الفيفا وناس بتسوق سمعتك وناس بتتكلم حتى في الميديا الخارجية عليك سيء بره مصر وجوه مصر. عايزها ازاي ان احنا ندعمه؟ وبعدين انا عايز الناس الجماهير الاهلاويه علينا ان احنا لا نصغي ولا نقبل ولا حتى نجوم النادي الاهلي السؤال السخيف اللي في كل قناه خصوصا قنوات معينه كده دمها سم. اللي هو ايه لما بيراميدز يلعب هتشجعه ولا تشجع الفريق المنافس؟ هشجع الفريق المنافس.
وطبعا اشجع الفريق المنافس زي ما هما بيعملوا وزي ما الزمالك بيعمل وزي ما بيحصل في العالم كله. والاهلاويه بالذات ما يفرقش معاهم حد، لان فوق ال 60 مليون مصري هم اهلاويه. الاهلي مش محتاج حد يشجعه ويطبل له. جماهيرنا الحمد لله بالملايين، مش زي الناس الكدابه اللي بتتكلم في الملايين وهي عندها ملاليم. لا، احنا واقع جوه مصر وبره مصر. فالاهلي لا محتاج مسانده من حد ولا محتاج حد يطبل له. يكفوا بس هما يجيبوا استاد ياخد العدد اللي يسمح بان هو ياخد ملايين الاهلاويه. فاحنا مش محتاجين خالص لا بيراميدز ولا الزمالك ولا اي نادي. الاهلي لوحده كيان، وكيان عظيم جدا، شاء من شاء وابى من ابى. فانا باكد بس على الحته ديت على اداره الاهلي ان هي تتعامل بكل حزم وبكل قوه وبكل قسوه. ان ماتش يوم 28 فاركو مع الاهلي وبيراميدز مع سيراميكا كليوباترا تحت اي ظرف احنا مش هنقبل ان هو يتاجل خالص خالص. ماشي. والاخ عيد ما تقولش احلام اليقظه، واتمنى جمهور الاهلي يدعمك. احنا ندعم اي حد بس لا ندعمك انت ولا الزمالك، عشان انتوا اكتر ناس حاقده نقمه عن نادي الاهلي، اكتر ناس بتروج اشاعات وبتتحدث عن رموز وانجازات وتاريخ وبطولات الاهلي كذب في كذب، اكتر ناس بتشكك في كل ما هو اهلاوي. فلا نتمنى لكم الخير لا انتوا ولا الزمالك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.